ايه اللي بينجح اي فيلم؟ بابا ياغا. Regular, wasn't it? Yeah. لا تخاف ولكن احذر. تفتكر الاكشن؟ في ظهر بعض. ولا مشهد كوميدي؟ كنت راحت فين؟ السفرة بره. وليد واسماعيل البنداري دول اخوات؟ توأم. كنت جبت اسماعيل مرتين. من اكتر الحاجات اللي بتشد المشاهد للفيلم وتنجحه هو التريلر بتاعه. احكي من ورا لقدام. التريلر ده فن لوحده، مش مجرد اعلان وخلاص. بيديك كده احساس ان الفيلم ده جامد، وبيخليك تقول انا عايز اشوف ده على الشاشة. بس ساعات تدخل الفيلم وتتفاجئ. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ التريلر ده بقى هو اكتر حاجة بتخليك تخش الفيلم. حتى عارف برضك تتورط مع النونو. لانه بيشد المتفرج وبيدوقه طعم الفيلم من غير ما يفهمك الاحداث بالظبط، بيخليك متشوق للفيلم عشان تشوف الاحداث. بحدي كواب ده ايه ده؟ عامة التريلر هو الفيلم، لان هو اللي هيخليك تتشد للفيلم يا تتقفل من الفيلم. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. اسم الله على مقامك اهو طالع متخرش، ولا تاخد مراية تبص فيها. لسه ما خدتش بالك ان انا هنا. والاعلان اللي مدته دقيقة ولا دقيقتين ده مش مجرد لقطات بتتحط ورا بعضيها بطريقة عشوائية، لا دي بيبقى فيها قصة ولازم تتحكي في وقت قصير. طب ازاي بيعملوا كده؟ عن طريق القطع بين اللقطات. ليه القط مهم في التريلر؟ لان هي بتخلق الايقاع. لو التريلر كله بطيء الناس هتقفل الفيديو. الستات دايما معاهم المفتاح. كل قط هي فرصة تخلي المشاهد متحمس معاك اكتر ما يزهقش. أحمد مش أحمد. أمك صاحبتي. بتدي للتريلر شكل احترافي وسينمائي. في الاغلب بيبقى فيه انواع قط تبقى موجودة في اغلب التريلر. منهم الفاست كات، هو انك تحط مجموعة من اللقطات ورا بعض بعدد فريمات قليل ومؤثرات صوتية، ودي عبارة عن قط سريع في وقت قليل، بتخليك تشوف مشاهد كتير فتبدأ تحس ان انت في مشاهد كتير مش مجمعة، وتقول لا انا عايز اخش الفيلم ده عشان اشوف المشاهد دي بالتفصيل. وده كان السماش كات. في المونتاج لو جبت مشهدين لقطة طبيعية واتنقلت فجأة لمشهد اكشن او حادثة عربية، وده هو السماش كات. وده بيستخدم كتير في التريلر وافلام الاكشن والرعب، فهو بيعمل تأثير حلو يشد الانتباه من مشهد عادي ويتحول فجأة لمشهد اكشن او العكس. بابا ياغا. المخرجين بيستخدموه عشان يصحوا المشاهد او يعملوا تأثير مفاجئ. لو بتحب تتعلم حركات زي ديت تابعني عشان اللي جاي اقوى. تريلر مش بس كات. يا خراب يا احمد. الموسيقى اهم من كل ده، هي اللي بتحدد الايقاع والاحساس وامتى القط يحصل. عمرك فكرت لو في فيلم اتعمل من غير مؤثرات صوتية او ميوزك ايه اللي هيحصل؟ مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه مات. لا تسكت. لا تسكت. مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه مات. لا تسكت. لا تسكت. ولما ضفنا المؤثرات الصوتية حسيت بالفرق. الموسيقى بتقولك امتى تتوتر وامتى تتحمس. لازم يبقى في تناغم ما بين الصورة والصوت عشان تاخد التجربة كاملة. التريلر الناجح هو إيقاع، قصة، القط الصح، ميوزك تشدك. لما دول يتركبوا مع بعض صح
الفيلم خلاص كسب من غير ما يبدا. كده نكون خلصنا الحلقه، وما تنساش تتابعني وتعمل شير عشان اللي جاي اقوى.